الساعة 6:15 الصبح. سهرت عشان اتفرج على ماتش الاهلي الافتتاحي في كاس العالم مع انتر ميامي، ويا ريتني ما سهرت. انا جاي علشان كل واحد نام علشان يشوف مصالحه ويشوف شغله الصبح وما شافش الماتش، فرجعت لك بسلسلة 90 دقيقة في 60 ثانية عشان احكي لك اللي حصل في الماتش كله في 60 ثانية وما تضيعش وقتك. ولكن حابب اطمنك من قبل ما تخش الفيديو ان احمد ربنا ان انت ما اتفرجتش على الماتش، مش عشان الماتش كان وحش، الماتش كان حلو جدا، ولكن كان هيتحرق دمك. فيلا بسرعه يا معلم، تعالى معايا الخص لك ال 90 دقيقه في 60 ثانيه. الاهلي بدا الماتش بتشكيله 4-4-2 دايموند، كان بيلعب بتريزيجيه ووسام، 2 مهاجمين، تحتهم 4 لعيبه في نص الملعب، حمدي فتحي، بن رمضان، مروان عطيه، وامام عاشور، راسل دايموند. والاربع مدافعين اللي ورا كان عندك محمد هاني وياسر ابراهيم واشرف داري وكوكا. امام عاشور اتصاب في اول 10 دقائق، خرج ونزل مكانه زيزو، والتشكيله اتقلبت 4-3-3. احب اقول لك ان الشوط الاول الاهلي ضيع 4 انفرادات، انفراد وسام، انفراد امام، انفراد تريزيجيه، كوره لحمدي فتحي هو في ال6 يارده ويعتبر انفراد، وضيع ضربه جزاء دخل شاطها تريزيجيه. تشكر يا كريزيدي. اما الشوط الثاني تغييرات عبثيه، الراجل خرج تريزيجيه وبن رمضان، نزل مكانهم طاهر وحسين، ورجع زيزو يلعب مكان بن رمضان، ولكن زيزو اختفى مجرد ما نزل في نص الملعب. بعدين خرج زيزو ونزل مكانه قفشه، وخرج وسام ابو علي ونزل مكانه جراديشار، ما عملوش اي حاجه. الشوط الثاني نزل ميسي جز على الاهلي شويه، الراجل حط فاول في العارضه، الراجل حط كوره من اقصى ال 18 على اليمين في العارضه، الراجل حط كوره في التمريرات الشناوي شالها، الراجل عمل اكتر من 2 أو 3 كي باسز بجد بجوان للعيبه لولا وجود الشناوي اللي عمل اكتر من حوالي 7 أو 8 تصديات لاهداف مؤكده. كان الشوط الثاني خرج بجون لانتر ميامي، والاهلي كان خسر الماتش ده. احب اقول لك ان حسين الشحات لازم يبطل كوره، ما ينفعش يلعب الماتشين الجايين تاني. حسين الشحات اسوأ لعيب في الماتش، وكفايه الكوره دي. عايز اقول لك طالعين 4-2 في اخر ثانيه في الماتش، لو كان حطها لاي حد كان على الاقل نسبه ان هي تيجي جون 90%، ولكن هو فضل واقف بالكوره لحد ما اتاخدت منه. وده كان ملخص الماتش، ودي 90 دقيقه في 60 ثانيه. صباحكم فل.